يعني مفيش اي جديد يا مصطفى بيه؟ ما تقلقش يا استاذ شريف، مساله وقت مش اكتر وهيقع. احنا قدرنا نوصل للشخص اللي كان راكب معاك، وباستجوابه عرفنا ان الجود فازر طلب منه ان هو يركب معاك في التوقيت ده ويصور الصوره دي عشان يوهم الولاد ان هو مراقبهم. طب وهو طلب منه الطلب ده في مقابل ايه؟ هدده برضه، وهو ده اللي بيحاول يعمله من مكانه، بيستخدم كل ضحاياه ضد بعض. بس ما تقلقش، اهي بدات تقفل عليه وهيقع ان شاء الله. يا رب يا رب يا مصطفى بيه. وعايز اقول لحضرتك على حاجه تانية، الفيديوهات اللي اتعملت دي ساعدتنا جدا، لان جالنا اكتر من بلاغ لنفس الشخص، ومن خلاله قدرنا نجمع معلومات ونضيق الحصار عليه، وان شاء الله هنقدر نوصل له. على فكره انا ما كنتش متحمس للفيديوهات دي خالص، بس بعد ما شفت ناس كتير عامله فيديوهات وحكوا حكايات قريبه من اللي حصلت لاولادنا انا اتحمست جدا، وحاسس ان الفيديوهات دي هتكون سبب ضغط انه يغلط الغلطه اللي احنا مستنيينها. بالظبط كده، واحنا عاملين دوريات على مدار ال 24 ساعه، مش محتاجين اكتر من غلطه واحده، ينسى ويفتح متصفح عادي من غير ما يقفل الدور، ساعتها هيلاقينا فوق دماغه. يا رب. خير ان شاء الله. ان شاء الله.